السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. النهارده فيديو عادي يومياتي في مزرعتنا. النهارده بنعمله لكل واحد اهمل حاجته او مش فاضي يعمل جزء من حاجته، وده اكبر نتيجة غلط بتسبب لك مشاكل كتير. هوريكم المكان عندي. دي كنسة يوم يا جماعة، اهوت يا جماعه. دي كنسة يوم والارانب النهارده الجو حر. ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جزء تاني هيوريكم بعد النظافه. زي ما انتم شايفين كده المكان كله اهو، مفيش نظافه. النظافه عندي يومي، النظافه عندي يوميه كل يوم الصبح. زي ما انتم شايفين هوريكم المكان بعد الكنس وبعد ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده الارانب حرانه وزهقانه من ارتفاع درجات الحراره. طبعا النهارده الحصه بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهارده هي حصه النظافه، وبعد النظافه ان شاء الله هنحميهم بال بالديزانول او باليود. نشوف الجدول بتاعنا ايه النهارده اللي هو اليوم الاحد في الشهر الجديد اللي هو موافق 3/7 يا جماعه. وان شاء الله هنوريكم بعد عمل الكنس وبعد ما نسيستم الموضوع كده والدنيا تظبط ان شاء الله. القرب زي ما انتم شايفينها هي اتحرنا. النهارده درجه الحراره مرتفعه شويه، وان شاء الله هتشوفوا نظام تاني. يعني انتم شايفين القرب كنا ونايمه اهي يا جماعه. ان شاء الله الفيديو الجزء التاني بعد قفل الفيديو ده يا جماعه هتشوفوا حيويه ونشاط تاني ان شاء الله. وتابعونا كل يوم في يوميات بمزرعتك، هتعرف كل جديد، هتعرف ايه التشخص اليومي عندنا في قلب المزرعه. وكل ده معانا يومي، كل يوم عندنا رشاقه وحيويه اللي احنا بنكنس للحاجه بتاعتنا، وفي نفس الوقت بننضفها كويس، وفي نفس الوقت بنطهر البراميل بتاعة المياه، وفي نفس الوقت بنحمل أرانب. لكل مبتدئ أنصحه اللي هو بالذات في الصيف يكنس يومي. أما في الشتاء لو كسلت يوم مفيش أي مشكلة، بس في الصيف بالذات تحاول على قد ما تقدر إنك تكنس يومي. وإن شاء الله استنونا في فيديو الجزء الجاي بعد أما ننضف لهم ونكنس ونطهر الارضيه. هنوريكم الدنيا هتمشي ازاي. وزي انتم شايفين الارضيه اهوت. كل دي من الشغل، شغل رنة الارنب عايزه شغل يا جماعه شويه. ويا ريت كل الناس اللي